يعطيكم العافية. اليوم وصفتنا بسكوت بالتفاح، وصفة كتير بتشهي، هشة بتدوب ذوبان، كتير طيبة وبتشرفكم لضيوفكم، كتير لذيذة. بتمنى انكم تجربوها وتكتبوا لي بالتعليقات عن رأيكم. شايفين كيف دوب ذوبان، كتير طرية ولذيذة، بمكونات بسيطة وسهلة. راح تعملوا حلو كتير طيب. راح نحتاج ل7 تفاحات حجم وسط. راح نقشر التفاحات. أتمنى تدعموا قناتي وتشتركوا في القناة والضغط على زر الجرس على كل حتى يصلكوا كل إشعار بنزل بقناتي. هلأ راح نبشر التفاحات. الوصفة هاي ممكن تعملوها في العيد وبرمضان، كتير سهلة وكتير طيبة. هي بشرنا وطلعت هاي الكمية كلها من التفاحات. راح نحطها على الغاز. نضع على 7 تفاحات 10 معالق كبار من السكر. ما تقولوا كتير، حلاوتها ممتازة، مش حلوة كتير، عادية. هنحط معلقة ونص، معلقة وربع تقريبا من القرفة. القرفة كتير نكهتها لذيذة مع التفاح. حط نص عصرة ليمونة وراح نحرك التفاح. إذا بتلاحظوا عندكم راح يبخ ميته. حتضل ايدنا على التفاح عشان ما يحرق معك. كل شوية على نار متوسطة، كل شوية حركي. شايفين كيف التفاح نزل ميته؟ حنضلنا نحرك لما تنشف هذه المية معنا. النار بتكون متوسطة. حنضلنا نقلب كل شوية. هيصير عنا كتير مربى كتير لذيذ بالتفاح. أتمنى أن تدعموا قناتي. شايفين؟ تلاحظوا بلش التفاح يشرب المية ويستوي معنا. شايفين؟ احنا حنطفي التفاح لما هذه نشوف انها المية اختفت معنا. حنضلنا كل شوية نحرك. سامحوني اذا طول معاكم هذا مقطع الفيديو، بس حبيت امشي معاكم خطوة بخطوة عشان افرجيكم، عشان يطلع كل شي مزبوط معاكم. اذا بتلاحظوا المية بلشت تختفي شوية، بنطفي عليها. شايفين؟ اذا بتلاحظوا المية تشرب على التفاح كله. هيك بتكون جهزت معنا التفاح. بدناش احنا ينشف التفاح ويطلع يابس معنا. المقادير: هنحتاج 4 أكواب من الطحين، كوب يعادل 200 جرام، قالب زبدة، صفار بيضة، معلقة كبيرة نشا، كوز لبن شومينات، كوباية سكر، كوباية زيت، و2 فانيلا، 1 باكيت بيكنج باودر. هنا في المرحلة الزبدة بيكون أحسن لو قطعتوها صغير. أنا تغلبت شوية. راح أحط الزبدة والسكر مع بعض.
ندمجهم كويس مع بعض. راح احط زيت، الزيت تقريبا يعادل 100 جرام، كوباية شاي. وندمج المكونات. هنحط صفار البيضة. صفار البيضة بيعطي العجينة كتير هشاشة وطراوة لذيذة، ما ببين نكهته بالمرة، لأنها هنحط فانيلا. نحط باكيتين فانيلا. ندمج كويس المكونات حتى تدخل كل إشي مع بعض. هنحط كوز اللبن يعادل 100 جرام، شمينة أو زبادي. الوصفة هاي كتير طيبة، قد ما أقولكوا طيبة أتمنى إنكم تجربوها. هي أصلها وصفة تركية مشهورة عند الأتراك. حطيت هان بشر برتقان، هذا إضافة من عندي، بحب هيك نكهة البرتقان أنا. مش ضروري تحطي بشر برتقان، هذا إضافة من عندي، بس بيعطيه نكهة لذيذة. هلا هحط كل المواد الناشفة مع بعض. حطيت البيكنج باودر ومعلقة كبيرة نشا، وحنزل الطحين بالتدريج. أنا مش كله طحين أخد معايا، حنلاحظ عدنا واحنا بنحرك كويس، ندخل كل المكونات. دايما عجينة البسكوت منعجنش، بنحاول نلم حتى تطلع معاكي عجينة ممتازة. هضيف طحين كمان وأدمج. هحاول بإيدي ألملم العجينة. هنشوفها نختبرها، نفردها. إذا تشققت معك، أنا هان اتشققت، تحتاج طحين. هضيف كمان شوية طحين. نختبرها. العجينة ما شاء الله تمام، ما تشققت، وكتير كتير لينة، بسهولة بتفردي وبتعملي. والحلو فيها انك ما بتصبري عليها، عطول ما بتخمر، عطول ببلش فيها شغل، يعني عجينة سريعة كتير. هنزاد طحين تقريبا نص كوباية، زي 50 جرام. الطحين من مكان لمكان بيختلف، ممكن تاخد معك 4 كاسات اللي هي 600 جرام. أنا أخذت تقريبا زي 3 كاسات ونص معي.
أنا هنحفرد وأحشي مربى التفاح. أتمنى أن تتمتعوا بالمشاهدة. جهزت معنا الكمية. راح أشكل بالسكينة زي شرحات تعطيها منظر كتير حلو. هحطها على درجة حرارة واطية. كل أنواع البسكوت لازم تكون درجة حرارتها واطية وليس عالية. ما بتاخد معنا كتير وقت، تقريبا زي ربع ساعة لثلث ساعة. هنحمرها من تحت، بعدين نحمر الوجه، اشي بسيط. جهزت معنا ما شاء الله. لو تشموا ريحة البيت، ريحته بتجنن. شوفوا معنا كيف الهشاشة والطراوة، والحشوة غنية غنية باللذاذة، عن جد رهيبة رهيبة يا جماعة. أنا ألذ أنواع البسكوت أدوقها. حتى لو أطفالك ما بيحبوا التفاح هيحبوا هذه الوصفة. أنا عندي في أطفال ما بيحبوا التفاح، بيعشقوها الوصفة هاي، بسكوت بالتفاح. وهيك وصلنا معكم لنهاية الفيديو، وشكرا لكم لحسن المشاهدة.